السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينك بالزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا، وتحديدا الرد الحاسم وتفاصيل مدوية في كوبري جديد وإخوان الفينا وانتقاله للنادي الأهلي. كلنا شفنا طبعا التألق الملفت للأنظار من أول لمسة للبرازيل إخوان الفينا مع نادي الزمالك، ومش محتاج أقول لك اللاعب يعني عمل ايه في المباريات، لان احنا كلنا شفنا وشاهدنا لمسات اخوان الفينا مع نادي الزمالك في المباريات. خليني اقول لك ان سيد عبد الحفيظ لاعب نادي الاهلي السابق اتكلم في احد البرامج وقال ان الراجل ده ما عندهوش شرط جزائي في عقده، وبالتالي لعب على مجلس اداره الزمالك. المشكله ان الكلام ده طلع صحيح. الاهلي حصل بالفعل على نسخه من عقد اللاعب البرازيلي خوان الفينا مع نادي الزمالك، والاهلي تحرى العقد بدقة شديدة جدا جدا، والناس في الاهلي شافوا كل حاجة في العقد، وتحديدا بند الشرط الجزائي. ما اللي انا قلت لك في اللايف بتاع بعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت ان جون ادوارد يا باشا مضيه على عقد جديد ويعمل له شرط جزائي، وان شاء الله 100 مليون جنيه، ان شاء الله 100 مليون دولار. اللعبة هيتخطف بسهولة. بدأت السماسرة في الأهلي يا باشا إن أنت تروح تدور له على عروض في الخليج لمدة موسم واحد، أو حتى موسم مع نية موسم إعارة مع نية تفعيل بند الشراء. واشتغلت دلوقتي السماسرة عشان تشوف له عروض في يناير. خلي بالك ان الاهلي عنده مخازن لعيبه في قطر، عنده مخازن في السعوديه مؤخرا، عنده مخازن في اكتر من نادي في المغرب، عنده في الدوري التونسي، والدوري التونسي خلي بالك عنده لعيبه برازيليه كتير. في الدوري التونسي اللعيبه البرازيليه كتير، فاللاعب احتماليه انه يتاقلم كبيره. والفلوس في الدوري التونسي بدات انها ترتفع مع ارتفاع اسعار اللاعيبه هناك. فالنادي الاهلي حصل على عقد اللاعب اخوان الفينا مع نادي الزمالك، وتحرى العقد بدقه. وحاليا السماسرة يا باشا شغاله تجيب لك عروض للاعب او تشوف عروض للاعب. العيب هنا مش على اداره الاهلي انها فكرت انها تروح للاعب، العيب خلي بالك على الاثنين، الاهلي والزمالك. العيب على الزمالك ان انت اشتغلت واجتهدت ان انت تشوف وتعمل سكاوتنج بتاعك، حلل اللاعب وشاف اللاعب لاعب مميز، وبعد كده رحت اتعاقدت معاه ما حميتهوش. لان انت عارف نسبة نجاح اي لاعب برازيلي يا جماعة الخير تتخطى 100% اصلا. دول يا باشا بيتولدوا كده، اللاعب بيبقى عنده مهارات ميسي، اللاعب ميسي، نيمار. يعني انا مش محتاج اتكلم على مهارات البرازيليين. فانت ايه يا باشا بتتكلم ان الزمالك ما عرفش يحافظ على اللاعب بتاعه؟ الزمالك مش حاطط بند شرط جزائي في اللاعب بتاعه. العيب الناحية التانية على الأهلي إن أنت يا باشا كل ما أي لاعب بيتألق في الدوري المصري بتروح عندك بيتظلم، بيروح عندك بيتظلم. بس إخوان ألفينا مش هيتظلم، لأن الراجل مهارات وإمكانيات وسرعات وتمريرات وكل حاجة، لاعب متكامل، لاعب متكامل يا جماعة الخير. احنا كنا فاكرين او كنا لسه بنخطط ان احنا هنبني مستقبل الزمالك على اللاعب، ولكن لا، ده هيتجيب لي يا باشا مستقبله، او هيتبني مستقبل الاهلي على الليه. لاعب بتتكلم 23 او 24 سنة، لاعب لسه صغير في السن وبالامكانيات دي، ودوري ضعيف بمناسبة اللاعيبة البرازيلية، دوري ضعيف، او مقارنة بامكانيات اللاعيبة البرازيلية دوري ضعيف جدا جدا كمان. فانت بتتكلم من اول لمسة للاعب بكوبري، اللاعب بعدها جاله صداع، اللاعب بعدها جاله دوار ووقع في ارضية الملعب. فان شاء الله الكلام ده ما يحصلش، وجون ادوارد يلحق قبل يناير يحط ويعدل الشرط الجزائي بتاع اللاعب اصلا لو شاف الفلوس يعني انت دماغه كده هتتجنن، هتتجنن. انت جايبه ب 300 او مليون و800 الف دولار صحيح بقيمة العقد كامل يعني، او الصفقة كاملة. الاهلي مستعد يدفع فيه 5 مليون دولار يا باشا، خصوصا بعد القيمة اللي اتضافت للاهلي المادية من دولارات كأس العالم للأندية. ورئيس الفيفا جاي انفانتينو الراجل يتكلم وقال لك ان ايرادات الفيفا او ايرادات كاس العالم تتخطى ال 2 مليار وكلها للانديه. فانت الاهلي اقل حاجه في الميت جاي له 10 12 مليون دولار، فمبلغ محترم جدا جدا يقدر يعمل بيه 10 اخوان 2000. يا عم سيبنا في حالنا، يا عم يا عم سيبنا في حالنا يا عم. خدت زيزو امام وبيشا، سيبنا في حالنا يا عم. شكرا لكم، السلام عليكم، واتمنى انضمامكم لعائلتنا الصغيرة
نجم الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.